لو أنت بتصحى من النوم أول حاجة بتعملها بتدوّر على الموبايل بتاعك فين أكِن حد سارقه، وبتقوم ماسك الموبايل بتاعك وتقعد تقلِّب عليه قبل حتى ما تقول الحمد لله إن ربنا صحّاني من الموتة الصغرى اللي أنا كنت فيها دي، فأنت لازم تسمع الفيديو ده. ليه لازم تسمعه؟ لإن يا صديقي العزيز مُخّك بدأ يدخل في حالة اسمها تعفُّن الدماغ. تعفُّن الدماغ ده يا صديقي إن أنت بتبقى متعوِّد أو بتسيستم مُخّك أو بتربّي مُخّك على حاجة اسمها الدوبامين السريع، يعني المتعة اللحظية، يعني مش متعوّد مُخّك على طبيعته العادية اللي هو أتعب شوية عشان أفرح، لأ خالص، أنت بتعوّد مُخّك على المتعة اللحظية، اللي هي إيه، وبتيجي منين؟ بتيجي معظمها من السوشيال ميديا ومن الreels ومن التيك توك ومن اللايفات اللي على التيك توك ومن الحاجات دي كلّها، لإنّك بتخش تسمع فيديوهات أو بتسمع reels تلاقي واحد بيلعب مع قطة، شوية فيديو حزين، شوية مشاعرك بتتضرب في الغسالة، شوية تلاقي واحد برضه عايز يعمل إندومي في نفس الغسالة، شوية تلاقي واحدة في اللايف حاجة كبيرة قد سِتّك واقفة على إيديها ورجليها فوق عشان تلِم لايكات وتلِم شوية هدايا ومشاهدات، فبيبقى مُخّك دخل في شوية كعبلة وبتبقى متعوّد على جرعة الدوبامين السريعة، المتعة اللحظية، يعني بيبقى عندك إدمان حاجة اسمها الscroll، تقعد تقلِّب كده، تقلِّب، تقلِّب، تقلِّب وأنت مش عارف إيه اللي موجود تحت، بتقعد تقلِّب على الreels وأنت فعلًا مش عارف إيه اللي موجود تحت، والله لو بتحفر على آثار كان زمانك لقيت، لكن تحت مش هتلاقي. حد منكم يا جماعة وصل لنهاية الفيديوهات دي؟ لأ. طَب أعرف منين إن أنا عندي بقى البتاع الغريب اللي أنتم بتقولوا عليه ده؟ بُص يا سيدي، جرّب كده تخش على اليوتيوب تاخد كورس مدته ساعتين 3 هتلاقي نفسك زهقت في نُص الوقت أو في ربع الوقت، وتلاقي نفسك بتيجي لي تقول لي باقول لك إيه، هو ما فيش ملخص 10 دقايق؟ ولو قعدتك قدّام الملخص ال10 دقايق هتقول لي إيه، هو ما فيش حاجة كده دقيقتين 3 أصل أنا يعني الموضوع مزهقني، ده لو ما كنتش نمت في الفيديو أصلًا. بُص يا حبيبي أنت مخّك اتسيستم على الحاجات السريعة، حياتك بقت داخلة في دوّامة، تعرف منين كمان؟ مخّك بيبقى مشتت جدًا، تركيزك بيقل جدًا، على طول بيبقى مخّك شارد، سرحان، على طول تلاقي نفسك بتقول إيه 10 دقايق بس هاقعد على التليفون، وتلاقي ال10 دقايق دول لمّا جيت تبُص على الوقت بعديها دخلوا في ساعتين ونُص والّا 3 ساعات، وتلاقي نفسك ما استفدتش أي حاجة. طيب أعرف منين تاني؟ عارف امسك كتاب، امسك كتاب حاول تقرا فيه كده شوية، شوف هييجي لك صبر أصلًا إن أنت تقعد قدّام كتاب تقرأ فيه والّا لأ. الحاجات اللي إحنا كنا متعودين عليها إنك تعمل حاجة كبيرة مدة طويلة عشان تاخد متعة، يعني مثلًا إنك تروح الgym عشان تعمل جسم حلو عشان تتبسط، ما فيش الكلام ده، ده أنا عايز بُص الgym ييجي لي البيت يحقنوني أبقى أكبر واحد في مصر، أفرح جدًا في دقيقة، يا باشا ما فيش الكلام ده، الموضوع مش بالسهولة دي، تعفن الدماغ خلّي بالك مش إنك بتنسى، لأ، تعفن الدماغ إنك فقدت التركيز، فقدت السيطرة على عقلك وإن أنت تحضّره وقت ما تبقى عايز أنت اللي تحضّره، مش هو اللي عمّال يجيبك ويوديك وعمّال ياخدك في دوّامة يمين وشمال. طب أعمل إيه وإيه الحل؟ إحنا بننصح في الحالات اللي زي دي في البداية إن أنت تعمل تحدي ال7 أيام. إيه تحدي ال7 أيام ده؟ إنك أول ما تصحى من النوم ما تمسكش تليفونك لمدة ساعة أو ساعتين وعلى قد ما تقدر، وبعد كده تحاول تفتح كتاب مفيد تقرا فيه 10 دقايق، وبعد كده تقوم تصلّي أو تصلّي الأول بعد كده تقرا، تصلّي وتحاول تدخّل الذكر في حياتك، تقرا كده ت ت يعني تتذكّر وتنفتح على الحياة، تحاول تعزل نَفْسك على التليفون شوية، ده حَل. يعني من الآخر تشغّل قلبك وعقلك قبل ما صباعك يشتغل على الscroll وعلى السوشيال ميديا، وصدّقني لو تعافيت بدري ده أرحم ليك جدًا، وصدّقني الموضوع لمّا بيطوّل بيبقى وِحِش جدًا، وفي ناس محتاجة تروح لأخصائي نَفْسي عشان تتعالج بالعلاج المعرفي السلوكي في البداية، ولو العلاج ده ما أثّرش بنخش في مراحل تانية من العلاج، وأنا ما نفسيش أبدًا إن أنت توصل للمرحلة ديّة أو توصل لمراحل أبعد بتحتاج لعلاج معرفي سلوكي وبتحتاج لعلاج تعافي من الإدمان وبتوصل لمراحل مش كويسة خالص، وهتضطر تروح فيها لأخصائي نَفْسي والموضوع هيبقى سيء للغاية، ما نفسيش إن أنت توصل للمرحلة دي. لو محتاج مساعدة في أي حاجة أو استشارة نفسية ما تترددش إن أنت تتواصل معايا، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمنا يا أخي بلايك وشير وكومنت، بنقول معلومات مفيدة في القناة هنا عن صحتك النفسية وعن سلامك النفسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.